امبارح اتفاجئنا بتغريدة للفنان شريف منير أعلن فيها عن خبر انفصاله من زوجته التانية لورا عماد، وكتب: تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا عماد، كل شيء اسمه ونصيب واتمنى ليها كل الخير. ومفيش نص ساعة ويمكن كمان أقل مسح التغريدة وكتب: ستفرج. وده لقى تفاعل كبير جدا من الجمهور والمتابعين على الصفحة، بين اللي بيدعي له وبين اللي بيسأله شوية أسئلة شخصية. ودلوقتي تعالوا نتعرف على لورا عماد. لورا عبد الأحد من مواليد 1 يناير عام 1972، مسيحية الديانة، وقبل جوازها كانت بتشتغل في مجال التمثيل، واللي بدأته بموديل إعلانات، ودخلت من خلاله مجال التمثيل بالصدفة بعد ما قدمها أحد مخرجي الإعلانات المنتج والفنان سامي العدل. وكان أول عمل فني ليها هو فيلم البطل بطولة النجم أحمد زكي عام 1997، ومن بعده شاركت في مسلسل الرجل الآخر عام 1999 وفيلم سوق المتعة في سنة 2000، وفي نفس السنة قدمت فيلم أرض الخوف، وفي 2001 شاركت في فيلم لو كان ده حلم. وبمجرد جوازها من الفنان شريف منير بعدت تماما عن التمثيل واقتصرت حياتها على بيتها وجوزها، وأنجبت منه بنتين وهما فريدة وكاميليا. ولكن رجعت للفن من تاني في 2022 من خلال مسلسل نصيبي واسمتك، حكاية وانسى روحي وياك.